بالنسبة للناس اللي شغالة معانا في الكورسات، كتير جدًا لمّا باتابع حد شغال معاه الكورسات يقول لي أنا موقّف لإن أنا مش فاضي أو عندي شغل أو أنا في دراسة أو حاجة. بُص، هو طالما أنت بتشتغل مع الكورس من أول معلومة بتاخدها بتبدأ تطبّقها في حياتك، لإن هو فن الكاريكاتير مش منفصل عن العالم أو الرسم بشكل عام مش منفصل عن الحياة. يعني لمّا أقول لك معلومة مثلًا في أول حاجة خالص، لو قُلت لك مثلًا آدي الوش والعينين بتبقى جنب بعض، على خط بالعرض كده جنب بعض والودان في نفس محاذاة العينين. دي أنت خلاص خدت المعلومة دي وما عدتش فاضي بعد كده، خلاص أنت مش هتشتغل مع كورس تاني. الشغل مع كورس مش معناه إن أنت فاتح الفيديوهات وعمّال تشتغل معاها، مش إن قاعد ومخصص وقت، إحنا عاملين الموضوع بسيط بحيث إن الموضوع ما يبقاش عايز استعداد، حتى تلاقي كل شغلنا بأدوات بسيطة زي قلم رصاص، زي أي ورقة قدامك وأي أدوات قدامك اشتغل بيها. فأنت خلاص أنت شُفت الفيديو اللي بيتكلم عن الحتة دي بس، شوف أنت خدت دي بس، طبّقها بقى في حياتك، طول ما أنت ماشي مثلًا تشوف حد مثلًا صاحبك وهو بيتكلم قدامك هتلاقي مثلًا عينيه جنب بعض، تصدق فعلًا وجنبه الودان في نفس الخط اللي بالعرض، حتى صاحبك اللي لابس نضارة هتلاقيه لابس النضارة تمام، جنب بعض الدراعات بتاعة النضارة رايحة بخط مستقيم من العين للودان، هتلاحظ ده. إذًا أنت دايمًا شغال في الكورس، أنت دايمًا بتتعلم، أنت بتاخد المعلومة مش علشان ما بنعملش hold وبعد كده بنرجع تاني، فاهم؟ أنت بتاخد المعلومة وتبدأ بقى تراجعها وتراقبها وتطوّر عليها كمان من نظرتك أنت.